يعني بالله عليكم يرضيكم كده اللي جرى فيها النهارده الميه يا جماعه قطعه معايا من قبل الظهر بكتير لغايه دلوقتي ما جاتش، وانا كان نفسي في مكرونه بالبشاميل. بس هل هعملها ولا لا؟ لا عملتها والله زي ما انتم شايفين كده. بس يلا نبدا. قبل ما نبدا الفيديو اقول لكم انا عملت ايه بقى والدنيا لايصه ازاي معايا. نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا حبايبي واعملوا لي بقى لايك كده، شجعوني بالله عليكم. بالله عليكم اللي يدخل ويشوف الفيديو كده يكمله ويشجع ام جنى. بالله عليكم يا جماعه، يعني نفس القناه كده تتنطق شويه. بص بقى عملت ايه. عملت مكرونه بالبشاميل. انا كان عندي ايه، كان عندي نص كيلو مكرونه. تمام. انا مش عايزه مكرونه كتير، فانا قلت ايه، عشان انا هعمل جنب البشاميل حاجه تانية. انت شفتوا امبارح بقى كان اليوم كده ايه يعني يعني الحمد لله طبعا فضل ونعمه. بس كنت عامله بقى بطاطس محمره، كنت عامله مكرونه بصلصه وكده. فبصراحه نفسي في حاجه يا جماعه هفتانه، نفسي في حاجه كده ايه يعني مش عارفه. كان نفسي بقى في مكرونه ونفسي اكل فراخ مشويه في الفرن. فبص عملت ايه. عملت بقى صينيه المكرونه كده اهي زي ما انتم شايفين، اللهم بارك تحفه. وتعالوا بقى اوريكم عملت ايه تاني. وعملت صينيه فراخ. بص بقى بقول لكم انا بعمل صينيه فراخ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده عسل. والله يا جماعه حاجه كده عسل بجد. بصوا بقى اما هتخلص باذن الله هوريكم شكلها، بتبقى تحفه. طبعا انا كده ايه بسويها الاول على على النار من فوق، وبعد كده هكملها ان شاء الله اديها وش كده، وهوريكم شكلها في الاخر اما تخلص هي والبشاميل. تعالوا بقى بصوا. والله يا جماعه انا كنت مشطبه حوض المطبخ. بس بصوا بقى ما تتخضوش، انا عايزه اقول لكم ان دي المواعين اللي طلعت من الايه، يعني طول النهار بصراحه لايصين. وزي ما انتم شايفين دي المصفى اللي انا عملت فيها المكرونه وحاجات، يعني هي مش كتير بس منظرها يخض بصراحه. بس ما علينا ان شاء الله ما الميه تيجي ايه نخلص مواعيننا. انا كنت والله يا جماعه مصبناها ما كانش فيه مواعين ولا حاجه. بس زي ما انتم شايفين اهوت المواعين اتكومت تاني. خليكم بقى معايا. اللهم صل على النبي. هطلع بقى صينيه المكرونه من الفرن والبتاع دوت والفراخ. وانا بقى نفسي اكل الاكله دي. بص انا في الطبيعي ممكن اعمل ده لوحده وده لوحده، بس انا عايزه اكل ده مع ده يعني، المكرونه مع الفراخ. فقولوا لي كده انتوا بتحبوا تاكلوا ايه جنب المكرونه يعني. وصينيه الفراخ بتاعتنا لسه بتكمل مسيرتها، بس احنا مش هنسيبها على كده، لا ده احنا هندخلها الفرن. فانتوا اصبروا كده عليا واتقالوا كده وهوريكم احلى اكل باذن الله. التمر زي الله عليك يا ام جنى. شايفين يا جماعه اللهم صل على النبي كده، يعني ايه حاجه عسل بسم الله ما شاء الله تحفه والله يا بنات. ايه رايكم بقى؟ هم؟ شجعي بقى كده ام جنى. يعني انتوا خلاص يا جماعه، انتوا في ايه اللي بيدخل يتفرج بالله عليكم شجعوني واعملوا لي لايك، ويعني وخلونا اخوات وحبايب كده. والله انا بحبكم جدا وانتوا بتخرجوني من اللي انا فيه كتير. والله العظيم الواحد نفسيته بتبقى تعبانه وببقى مبسوطه قوي وانا بصور لكم او كده يعني. مثلا الناس هتقول لي مصوره اكلها، انا مش مصوره حاجه، انا مصوره يا بنات. والله العظيم يعني بصوا التصوير ظالم الصينيه. والله بسم الله ما شاء الله حاجه تحفه يعني بجد جميله. والله هي بجد اللي هنا الضوء ظالمها. بصوا هي لونها ذهبي وتحفه، بس مش عارفه هي طالعه هنا مش باينه ليه. فكده عملت صينيه الفراخ العسل دي، وعملت صينيه المكرونه بالبشاميل. ايه رايكم بقى؟ ها؟ مش عارفه هي الاضاءه مطلعاها غامقه، بس هي لونها ذهبي وفاتح وشبه المشويه بالظبط بتاعت الشارع. وكده اهو يا حبايبي المكرونه بالبشاميل ما شاء الله تحفه. والفراخ. يلا بقى متنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتعملوا لايك واشتراك في القناه لو قناتي عجبتكم. وبشكركم جدا والسلام عليكم وباي باي.